انت لو فضلتي حزينه هتفضل تحصل حاجات ليكي تخليكي حزينه اكتر. وبجد بجد افكارنا ومشاعرنا بتجذب لنا الحاجه اللي احنا بنفكر فيها بشكل انتوا ما تتوقعوش. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا معروفة ان احنا لو بنمر باي حاجة صعبة بنجيب الهاند كريم ونرطب ايدينا، بس باي هاند كريم غير ده لان ده مقاطعة، وده بيبقى لاننا بنهرب من الحاجة الصعبة اللي احنا فيها باي حاجة بنحاول نعملها. عشان كده انا قررت في فيديو النهاردة اقولكوا على شوية حاجات كده هتساعدكم لو بتمروا باي فترة صعبة ان انتوا تخرجوا منها بسلام. if you need to know please let's go. دلوقتي نقدر نقول في البدايه حابه اقول لكم ان انا كياسمينه من اكتر الناس الحمد لله اللهم لك الحمد مريت بحاجات صعبه، فانا خبره في الموضوع ده. الناس اللي قريبين مني بس هم اللي عارفين كل ده. عشان كده انا جايه النهارده اقول لكم بخطوات عمليه ازاي فعلا تخرجوا من اي فتره صعبه بتمروا بيها بسلام. حابه اقول لكم واطمنكم ان فعلا ايا كان اللي انتوا بتمروا بيه هو هيعدي. ايا كان الحاجه الصعبه اللي انتوا شايفينها نهايه العالم هتعدي، وهيجي الاصعب منها هتفتكروه نهايه العالم وهيعدي برضه. وانا حاسه بيكم وحاسه بكل حد بيمر بفتره صعبه ايا كانت هي ايه. عايزه اقول لكم ان الفترات الصعبه او مشاعرنا دي محدش بيقدر يحسها او يحكم على صعوبتها غيرنا احنا. ايا كان الحد اللي قدامك بيقول لك انت مؤفور او انت مزود الموضوع ليه حبتين، فصدقوني الموضوع مش بيبقى زي ما هم شايفين، لان محدش بيحس بالنار غير اللي ماسكها. ما تخلوناش بقى نرغي كتير وخلينا نبدا في الفيديو. والنهارده هقول لكم على 5 حاجات او 5 خطوات هيساعدوكم كتير جدا تعدوا من الفتره الصعبه دي بسلام. اول حاجه ان احنا نحدد مشاعرنا ونعيشها. لازم نحدد احنا حاسين بايه، ايه المشاعر اللي احنا حاسين بيها دي. يا ترى المشاعر دي غضب، احنا غضبانين ومش طايقين نفسنا، غضبانين فعلا وعايزين نشيل حته من على الارض ونجيب حته من السماء، ولا زعل وحزن. ايا كانت المشاعر اللي انت حاسس بيها حددها وعيشها، عيشها بكل معنى الكلمه. عايزه تعيطي عيطي، ما عنديش مشكله خالص، طلعي وفرغي كل المشاعر دي. اهم حاجه تكوني واعيه ايه المشاعر دي. يعني أشكال المشاعر زي إن أنا مثلا أكون لا قدر الله بمر بفترة صعبة بسبب ألم الفقد أو فقد حد عزيز عليا، فهنا لازم أكون على وعي كامل إن المشاعر اللي أنا حاسة بيها دي بقى هي مشاعر الحزن. أما بقى لو حد تنمر عليا مثلا فأنا في الوقت ده هكون حاسة بمشاعر الغضب جدا. أما بقى لو حد خذلني فأنا في الوقت ده هكون حاسة بمشاعر الحسرة. قيسوا على ده بقى كل المشاعر اللي ممكن تكونوا حاسين بيها. اهم حاجة يكون عندكم وعي بيها كويس جدا عشان تقدروا تخرجوها وتتخلصوا كانت منها. المشاعر دي لازم هسأل نفسي سؤال واحد: ليه؟ انا حاسه بالغضب ليه؟ احاول اوصل كده وافصص كل المشاعر اللي انا حاساها لحد ما اوصل للسبب الرئيسي اللي فعلا محسسني بالغضب. انا حاسه بالزعل او بالحزن، طب ليه؟ وافضل افصص كل ده. طب هل الموضوع ده مستاهل ان انا ازعل؟ هل الموضوع ده فعلا هيأثر عليا؟ هل الموضوع فعلا مستاهل كل الاحاسيس والمشاعر؟ انت بس اللي تقدري تحددي هو مستاهل ولا مش مستاهل. فاقعدي مع نفسك وكوني صادقه جدا مع نفسك، وفعلا اسألي ليه. حاولي توصلي لأساس الموضوع، لأن أساس الموضوع ده ممكن يكون فكرة في دماغنا بس احنا محتاجين نتخلص منها، أو حاجة حصلت لنا في الماضي احنا محتاجين نتعافى منها. المهم لازم نعرف سبب المشاعر أو الفترة اللي احنا فيها دي والمشاعر اللي مسيطرة علينا. أما بقى لو ما لقيناش سبب فده سبب كافي إن احنا نبطل دلع ونقوم ونواجه العالم ونيجي على نفسنا شوية. خلاص عشنا الزعل، عيطنا، اكتئبنا، عملنا كل ده، فرغنا كل المشاعر. وانصحكم جدا في الفتره دي باختراع اسمه الورقه والقلم. يعني في الفتره دي بنبقى محتاجين ان احنا نكتب، نعرف الاسباب، نعرف كل حاجه. واكتر حاجه بتساعدنا ان احنا نسترسل فعلا ونكتب الحاجات دي هي الورقه والقلم، فعلا نطلع الحاجات اللي دي جوانا قوي دي. تاني خطوه ان احنا نقوم، يعني خلاص بقى عشنا مشاعر، نقوم. عايزه اقول لكم ان الشيء لو زاد عن حده بيتقلب لضده. مهم جدا ان احنا طبعا مهم ان احنا نعبر عن مشاعرنا ونعبر عن الغضب اللي جوانا، بس ما نفضلش قاعدين سايبين نفسنا للغضب ده وللمشاعر دي. خلوا بالكم ان الحزن بيجيب حزن والفرح بيجيب فرح. بجد يعني انت لو فضلتي حزينه هتفضل تحصل حاجات ليكي تخليكي حزينه اكتر، زي ما الشغل بيجيب شغل والقعده بتجيب قعده، والعكس.
انا عندي لو فضلت فرحانه وحاولت الاقي الحاجه الحلوه، انا هجذب لنفسي الحاجات الحلوه اللي موجوده في الدنيا. فبجد بجد افكارنا ومشاعرنا بتجذب لنا الحاجه اللي احنا بنفكر فيها بشكل انتوا ما تتوقعوش. تمام، احنا كده خلاص قمنا. هل هننسى كل ده بقى ونرميه ورا ظهرنا ولا كأنه حصل؟ خالص، لاننا ببساطه لو عملنا كده هيبقى كاننا جبنا شويه التراب اللي احنا نضفناهم كلهم حطيناهم تحت السجاده وغطيناهم. عشان كده ضروري جدا في الموقف ده ان احنا نبدا نواجه ونتعامل مع الموقف زي ما هو، نتعامل معاه مش نتغاضى عنه ونتجاهله. في الوقت ده انا بسال نفسي سؤال: هل انا عندي القدره ان انا اغير حاجه من اللي حصلت او احلها؟ هتبقى حاجه من الاثنين، يا يا لا. يعني لو كان السبب بعد الشر ربنا يخلي لكل الناس احبابهم ان انا فقدت حد عزيز عليا، هل انا هقدر اتعامل؟ اكيد لا. كل اللي هقدر اعمله ان انا هتعايش مع الموضوع، هاخد زعلي، هتعايش. الموضوع هيفضل سايب لي حته جوايا وجعاني، بس لازم هتعايش مع الموضوع، هتعايش وهعتبره جزء مني. اما بقى الناحيه التانية، لو انا مثلا حد خذلني او حد غدر بيا في حاجه معينه، هل انا في ايدي حلول؟ ايوه، ايدي ان انا اتعلم من الغلط ده واتعلم ان انا ما امنش لحد من النوعيه دي تاني، وان انا ما اديش كل الامان ده. تاني حاجه اتعلم اختار الناس اصلا اللي حواليا. تالت حاجه ان انا بشيل الشخص ده من حياتي، بس بشيله من هنا واحطه هنا. سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول لنا: اعتزل ما يؤذيك. مهم جدا ان احنا نعتزل ما يؤذينا. بس كده عرفنا الحلول وعملناها وخلاص والدنيا تمام، ندخل للمرحله اللي بعد كده، وهي مرحله ما قبل العوده للحياه. والحقيقة ان المرحلة دي من اهم المراحل في التعافي، لان هي دي اصلا مرحلة التعافي، وهي اللي بتدينا الصلابة النفسية والمرونة النفسية اللي نقدر بعدها نواجه أي حاجة صعبة، وهي إننا نسمع لنفسنا شوية صغيرين، نشوف إحنا محتاجين إيه ونعمله، ندلل نفسنا وندلعها شوية. وطبعا ده على حسب الفترة الصعبة اللي مرينا بيها. يعني مثلا حد خذلنا من صحابنا، عادي جدا يوم سكين كير او يوم خروجه مع نفسنا وشوبينج كده الموضوع خلص خلاص. اما بقى لو الموضوع اكبر من كده فاحنا محتاجين يومين سفر، يومين نقعد كده في اللاشيء ما نعملش اي حاجة غير ان احنا ندلل نفسنا ونعمل اللي يجي على بالنا. بس مهم ان احنا نحسس نفسنا بالامان، نحسسها ان الدنيا كويسة وان لسه في خير، وان احنا راجعين اقوى من الاول واحلى من الاول واحسن من الاول. الفترة دي بتحسسنا بالامان لانها بتحسسنا بالسكون خالص، وكمان بتأكد جوانا احساس اننا هنعدي باي حاجة وكده كده هنرجع من اول وجديد وهنقع وهنقوم، واننا فعلا الشخص الوحيد اللي يقدر يعمل كده ويقدم الحب ده لينا احنا. ببساطة هتبقى عبارة عن فترة طبطبة، بتطبطبوا على نفسكم وبتطمنوها ان كل حاجة هتعدي، بس كده. عموما بعد اي فتره صعبه في حياتنا احنا وجهه نظرنا بتتغير شويه تجاه الحاجات اللي حوالينا. زي مثلا زي ما قلت لكم في فقد حد عزيز علينا، احنا مش في ايدينا حاجه، بس احنا نتعلم درس ان احنا نروح للناس القريبه مننا ونقضي معاهم وقت، نصنع معاهم ذكريات، ما نخليش حد زعلان مننا، نقدم لهم كل الحب هم كمان لو كانت الفتره الصعبه دي بسبب مثلا ان انا فشلت في الدراسه او نزلت في مواد معينه، فده هيعلمني ان انا المره الجايه لما اجي ادخل امتحانات وادخل دراسه ان انا هذاكر اكتر، ان انا ههتم بمذاكرتي وهبديها على حاجات تانية، واقول حاجات تانية زي اصحابنا، زي خروجات، زي السوشيال ميديا اللي مودينا في داهيه. عشان كده انا ممتنة جدا لكل فترة صعبة عدت عليا، لانها بتغير وجهة نظري عن حاجات كتير قوي انا شايفاها. زي ان انا اشوف ممكن اكون شايفه حاجه خير ليا وفعلا هي تبقى شر ليا، وانا اقتنع بده لما امر بالفتره الصعبه دي. مستشعرين قد ايه فكره العوده للحياه بجد مريحه؟ خلاص فكره التعافي والتشافي تحفه. دلوقتي بقى جه الوقت ان احنا ننظم المحيط اللي حوالينا كله عشان نرجع لحياتنا الطبيعيه وفعلا نعيش حياتنا ونرمي كل ده ورا ظهرنا. احنا خلاص تعافينا منه تماما، محتاجين ان احنا نرمي اي حاجه بتفكرنا بالفتره دي
لو علاقه مع شخص ما محتاجين ان احنا نمسح كل الصور، كل الشاتس، كل اي حاجه ممكن ترجع تحسسنا نفس الاحساس اللي احنا كنا حاسين بيه ده. وبداوا بقى خططوا وشوفوا حياتكم، وصدقوني الابس والداونز دي هي اللي بتعرفنا قيمه النعم اللي معانا، هي اللي بتعرفنا قد ايه الحياه فعلا حلوه وتستاهل تتعاش بعيده عن الاذى وبعيده عن ان احنا ما نكونش مؤذيين زي ما الناس اذتنا. وبس كده، اتمنى اي حد يمر بفتره صعبه يمر منها بسلام وبهدوء وكل حاجه تمام. وهشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.